السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وبسعادة وبعافية يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الدقة بتاعتنا اللي كانت بتاكل زمان مع السميط. اللي الأمهات الكبيرة ربنا يبارك في عمرهم يا رب ويحفظهم طبعا عارفينها. بصوا يا حبايبي، معانا هنا كزبرة حصى زي ما احنا شايفين كده، ومعانا كمون برضو حصى لأن الحاجات دي لسه كلها هنحمصها، ومعانا سوداني زي ما احنا شايفين كده حبايبي. دي المكونات بتاعتنا. ومعانا حمص، الحمص ده من المقلة، اي مقلة بتبيع لب عندها الحمص ده متوفر. تمام. وعندنا سمسم، السمسم ده احنا جايبينه ابيض ني، هنحمصه لوحده لان مش هنحطه مع المكونات غير في الاخر خالص، هنقلبه بعد ما نخلص كل مكونات. وطبعا المكون الاساسي معانا هو الملح. تمام. خليكم معانا يا حبايبي عشان نحط كل المكونات دي في الطاسه ونحمصها مع بعضها وبعد كده نضربها في الكب. خليكم معانا خطوه بخطوه يا حبايبي. ادي يا حبايبي كل المكونات بتاعتنا حطيناها في الطاسه زي ما انتم شايفين طبعا على النار زي ما احنا شايفين كده. هنسمي بسم الله ونبدا نقلب كل مكوناتنا على بعضها لحد ما نحس ان الريحه بتاعه المكونات بتاعتنا دي بدات تطلع. تمام. زي ما احنا شايفين كده، مش عايزينها تتحرق، تتحمص بس عشان هنخش نضربها كلها في الكب. طريقه بسيطه جدا وسهله ومش مكلفه خالص. ممكن نجيب كميات قليله ونعمل حاجتنا كميات قليله. ورجعنا لكم يا حبايبي، حطينا كل المكونات بتاعتنا في الكبه زي ما احنا شايفين. هنشغل الكبه عليها ونرجع لكم في الخطوه اللي وراها باذن الله. هنا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، بعد ما خلاص فرمنا كل المكونات بتاعتنا، بصوا بعد ما فرمناها كلها في الكبه بسم الله ما شاء الله، بصوا الكميه كتير جدا بسم الله ما شاء الله من حاجات بسيطه خالص. تمام. الخطوه اللي جايه بقى يا حبايبي، هنحمص السمسم في نفس الطاسه اللي احنا حمصنا فيها المكونات، والمكونات بتاعتنا كلها بتاعت الدقه هنحمص السمسم فيها، لان السمسم هنحطه صحيح مش هنضربه في الكب. خليكم معانا وشوفوا الخطوه اللي وراها ايه. دي يا حبايبي السمسم بدأنا نحمصه اهو زي ما احنا قايلين، بصوا اهو زي ما احنا شايفين كده حبايبي. هنبدأ نحمصه مش هنحرقه زي ما اتفقنا قبل كده في الطحينة، واتفقنا قبل كده في المكونات التانية بتاعتنا اللي احنا لسه ضاربينها حالا في الكب. ايه اللي هنعمله في السمسم؟ مجرد ان احنا نشم ريحته بس، ما نخلوش خالص يغمق. خلاص يتحمص ونشم ريحته بدأت تطلع. كده يا حبايبي حمصنا السمسم زي ما احنا شايفين اهوت. هنبتدي وطبعا حطينا على المكونات بتاعتنا زي ما احنا قلنا، هنبتدي نقلبه كويس مع كل المكونات بتاعتنا. عندك بقى برطمان نضيف ماشي، عندك علبه من علب التلاجة البلاستيك براحتك خالص، اهم حاجه يبقى مكان نضيف وجاف ما فيهوش ميه. تمام. نيجي بقى لخطوه الملح. هنا بقى يا حبايبي كميه الملح اللي معانا اختياري، على حسب انتي بتحبي كميه الملح قد ايه. كل الكميات اللي معانا اختياري. انا شاريه بعشرات، يعني 10 سمسم، 10 سوداني، 10 كزبره، 10 كمون بس، فاهمني؟ يعني بأقل القليل زي ما بيقولوا. بالنسبه للملح بقى هنحط كميه ملح ونبدا نقلب وندوق. والله عايزه ملح هنحط، مش عاوزه ملح وحاسه ان انتي طعمها كده عاجبك خلاص يبقى ما تحطيش تاني. تمام. نبدا نقلب كميه الملح معانا وندوق الدقه بتاعتنا. الله على الروايح بسم الله ما شاء الله. والله العظيم يا جماعه لو ينفع اشممكم الريحه من الموبايل كنت شممتها لكم. فعلا قد ايه سبحانك يا رب، الحاجات لما بتتحمص فعلا الزيوت اللي فيها بتطلع وبيبقى طعمها تحفه سبحان الله. هنقلبها بقى ونحطها في طبق ونوريها لكم تاني باذن الله. كده يا حبايبي خلصنا الدقه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. باذن الله يا حبيبتي تعجبكم وتنال اعجابكم ونكون دايما عند حسن ظنكم. متنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه عشان نكبر بيكم باذن الله، وباذن الله كمان عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.